بعدما أدهش العالم في تعامله مع فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، إذ مكن الجيش المغربي كل إمكانياته لإسعاف الجرحى وتقديم الدعم والمساعدة وإنشاء المستشفيات العسكرية الميدانية والسرعة في السيطرة على تداعيات الأزمة الناتجة عن هذا الزلزال المدمر، واستعمال أحدث العتاد كالدرونات والمروحيات المتطورة. خرج تقرير أمريكي لينصف الجيش المغربي ويضعه في قائمة الجيوش الأكثر تطوراً في المنطقة، إذ سلط تقرير لمجلة فوربس الأمريكية الضوء على الأسلحة النوعية التي حصلت عليها المملكة المغربية من كل من إسرائيل وتركيا، مشيراً إلى وجود تشابه كبير بينها وبين تلك التي حصلت عليها أذربيجان في السنوات الأخيرة. وأضاف التقرير أن المغرب حصل لأول مرة على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الإسرائيلية،